هنعمل النهارده اكله سهله وحلوه قوي، غدوه بسيطه وما فيهاش بقى صلصه وطماطم وكده. غدوه حلوه. ماشي، يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا النهارده. انا جبت حله حطيت فيها معلقه زبده. تمام. هنزل فيها ببصلتين. هعصر اللحمه، هنزل فيها ببصلتين. هعصر اللحمه عشان هنعمل صينيه رقاق صغيره، وهنعمل رز بسمتي وكفته مشويه. تمام. دلوقتي انا هحمر البصل كده لحد ما يدبل خالص، مش يحمر، هو يدبل بس، وبعدين هنزل عليه بربع كيلو لحمه مفرومه. كده البصله دبل معانا اهو، دبلت معانا شويه. هنزل بربع كيلو لحمه مفرومه. تمام. هعصرها. بعد كده هقول لكم هنحط عليها ايه عشان نعمل بيها صينيه الرقاق. خلاص كده اللحمه اتعصرت. تمام. هحط لها شويه فلفل اسمر، دي مجموعه توابل، فلفل على حبهان على جوز الطيب على ورق لوري على البيضه الصيني. تمام. هنتبلها بشويه ملح وفلفل، مش اكتر من كده، وناخد بالنا من الملح عشان احنا هنحط عليها بعد ما تبرد ونيجي نحشي بيها الجلاش. هنحط عليها زيتون مخلي مقطع، وهنحط عليها فلفل اخضر رومي. تمام. دلوقتي هنتبل الكفته. ده نص كيلو لحمه مفرومه. تمام. هحط عليه بصلتين، هعصرهم من الميه بتاعتهم، هاخد التفل بتاعهم بس. تمام. هحط عليهم بصلتين صغيرين متوسطين كده، مش صغيرين قوي. هصفيهم من ميتهم، هضربهم في الكبه ناعم خالص عشان ينزلوا الميه كلها كده. تمام. هصفيهم من ميتهم، وهحط ايه البشر بس على الكفته، وهاخد الميه عشان ايه نصبع بيها. طبعا هنحط معاها معلقه صلصه، وهنصبع بيها الكفته قبل الشوي. تمام. ودي التوابل: معلقه صغيره بهارات لحمه، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، رشه قرفه، ونص معلقه بيكنج باودر. ودي حزمه بقدونس. للاسف ان دي كلها حزمه، هنحطهم على الكفته وندعك كله. وهحط حاجه كمان، انا ما عنديش دهنه واللحمه عندي مش سمينه، فانا عندي ليا كنت مسيحاها، فهحط منها معلقه. هحط دول، وهحط معلقه ليا كمان عشان تديها تيست حلو وتخلي ريحتها حلوه جميله جدا وهي بتتشوي. دي معلقه ليا اهي، هحطها. تمام. وهدعك كله بقى في قلب بعضه، كل الكفته هدعكها جامد لحد ما تنعم معانا. خلاص كده عجنتها كلها في بعضها اهي، سمختها كلها. هحطها في التلاجة لمدة ساعة قبل ما نصبحها. تمام. هحطها في التلاجة لمدة ساعة، وبعد كده نصبحها ونحطها على الفحم. اللحمة المفرومة اللي انا عصقتها هحشي بيها، هعمل بيها صينية جلاش باللحمة. تمام. جبت لفة جلاش، فردتها وغطيتها عشان ما تنشفش معانا. اللحمة المفرومة دي الصينية اللي هنعمل فيها اللحمة المفرومة اهي معانا، عليها الملح وفلفل وكل حاجة. تمام. انا هضيف عليها فلفل وزيتون مقطع شرايح. تمام. هحشي بيها الجلاش.
لو عندك جبنه موتزاريلا برضو ممكن تحطي، بس انا ما عنديش حاليا، فهحط ايه زيتون وفلفل فقط لا غير. تمام. هقلبهم عليها كده. كده الحشوه بتاعتنا جاهزه. كده الحشوه بتاعتنا خلاص كده جهزت. تمام. هنجيب الصينيه بتاعتنا، هدهنها بالسمنه، الزبده. هجيب الصينيه وادهنها بالزبده، ونحط راق جلاش، وندهن تاني كل راق ندهن ما بينه زبده. تمام. هنعمل الصينيه واخلصها وهوريها لكم. اهو كده انا حطيت خلاص كل راق ودهنت ما بينه زبده. هنحط بقى الحشوه. ايوه حطينا الحشوه كلها كده. تمام. هنوزعها كده بس ما نوديهاش على الاطراف عشان ما تخرجش، وهنكمل عليها بقيه ورق الجلاش. تمام. برضو ما بين كل راق وراق هندهن زبده. كده خلاص خلصناها. تمام. مع اخر راق بروح مقطعاها. قطعيها الطريقه اللي تعجبك، مربعات او مثلثات، قطعيها زي ما انت عايزه. وبعد كده هندهن وشها بالزبده. دي اخر حاجه بقى، ندهنها بالزبده وندخلها الفرن. تاخد حوالي ربع ساعه كده في الفرن. وبعدين نطلعها، نحط لها الخليط بتاعها اللي هو كوبايه لبن، عليها بيضه، وربع معلقه بيكنج باودر، وعلى بقيه الزبده اللي احنا كنا بندهن منها الورق. تمام. وندخلها تاني الفرن. هتطلع مورقه وجميله، وكأنك بتاكلي فطيره كده جميله، وطعمها حلو في منتهى الجمال، ومورقه وزي الفل. كده خلاص دهناها كلها تاني اهي بالزبده. هدخلها الفرن لمده ربع ساعه، وارجع اطلعها تاني نحط لها الخليط بتاعها. دلوقتي هنعمل شويه رز بسمتي جنب الكفته المشويه. تمام. هنحط توابل الرز البسمتي، عود قرفه، لورا، لومي. تمام. ومعلقه كركم على كيري. تمام. هنشوحهم شويه لحد ما يطلع ريحتهم. نقلبهم كده شويه لحد ما يطلع ريحتهم مع السمنه مع الزبده. تمام. بعدين هنزل بالرز البسمتي مغسول بس مش منقوع. هرمي معاه قرن فلفل رومي مقطع كده، وشويه جزر مبشورين. تمام. بس واحط له بقى الملح بتاعه، ونظبط ملحه، ونحط له الميه بتاعته. نحط له معلقه ملح بس، ونحط له الميه. خلاص كده شوحنا كله مع بعضه. بس وهنزل بكوبايتين ميه. ده ربع رز بسمتي، قيمة كوباية، هنزل عليه بكوبايتين ميه. تمام. نسيبه بقى يستوي مع نفسه كده، ونروح نشوي الكفتة.
كده المحلول اهو، حطيناها ربع ساعة الصينية وطلعناها. عملت لها بيضة على كوباية لبن على شوية الزبدة اللي اتبقوا ورشة فلفل اسود. تمام، هنسقيها. هنسقيها بيها وندخلها تاني الفرن. هتطلع مورقة وجميلة جميلة. تمام، هدخلها بقى الفرن تكمل سواها ووشها يحمر. الله على كفتتك يا ام سليم، ريحتها حلوه وهو بدأنا نشوي. كده بدينا نشوي الكفتة اهي، ريحتها طالعة جميلة ما شاء الله، الله اكبر. ريحتها تشهي، ريحتها جميلة جدا. خلي يوم الجمعة كده يوم مميز مع ولادك، اعملي لهم اللي بيحبوه وفرحيهم وابسطيهم. الله على اكلك يا ام سليم. وكده كانت سفرتنا النهاردة. شوينا الكفتة وعملنا الرز البسمتي وعملنا جلاش باللحمة المفرومة وعملنا سلطة الطحينة وسلطة خضراء. واتمنى تجربوا وصفاتنا النهاردة وتعجبكم، وانتظر رأيكم في التعليقات. كنت معاكم رحاب حسين.